السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مباراة بيراميدز والاهلي، المباراة اللي كانت فاصلة بنسبة كبيرة في الدوري المصري. ومعانا ضيفنا النهارده ضيف اهلاوي، وانا اول مرة هعلنها في القناة. انا راجل بشجع الزمالك، بس مفيش حاجة ان احنا مثلا الراجل ده بيشجع الاهلي او انا مثلا بشجع الزمالك فاحنا كده هنيجي على الفرق التانية. لا، احنا بنتكلم كورة عادي خالص. برحب بيك يا ايهاب في قناتي اللي لسه صغيرة، بس ان لا شاء ان الله شاء تبقى الله اكبر يعني. اهلا بحضرتك. النهارده انت شايف الماتش ازاي بين الاهلي وبيراميدز؟ والله كان ماتش كويس جدا. عندك الاول بيلعب التاني وفي منافسة بين بيراميدز والاهلي، فهو كان ماتش لازم الاهلي عشان ينافس على الدوري لازم ياخد الثلاث نقاط، وبيراميدز عشان تنافس على الدوري لازم تاخد الثلاث نقاط، فده ماتش صعب جدا. نبدأ بس في البداية كده الأول يا إيهاب. تشكيل الأهلي أنت إيه رأيك فيه؟ والله هو تشكيل يعني على الورق لا مش كويس، بس احنا شفنا المباراة مشيت ازاي. يعني الأهلي بدأ بإيه؟ بدأ ب4-3-3. عندك الأربعة اللي ورا اللي هو كان بيبدأ بيه دايما محمد هاني، أنا لا. اتفاجئت بخالد عبد اه الفتاح هو ما الصراحة. بدأش بمحمد هاني، مع ذلك مفيش عمر كمان لعب واحد بره يبدأ بيه مثلا، لا دي رقم 3 خالد عبد الفتاح، رقم 3. وشايف عمل ماتش عامل ازاي. وكان برضه بيستعين بقلب دفاع أوقات كتير يعني. كتير لما بيكون في عجز، بس شوف عمل ماتش عامل ازاي خالد عبد الفتاح، بصراحة بحييه. هو عندك عمل ماتش يعني إلى حد ما دفاعيا كويس. كويس، ده المطلوب هو بس منه. برضه بما إن واحد ما مثلا بعيد الفترة دي كلها عن ويعمل الماتشات ماتش زي ده لا كويس كويس جدا. انت كويس. مع ان الماتش اللي فات محمد هاني ما لعبش الماتش كله. محمد هاني الماتش اللي قبليه ما لعبش الماتش كله، لا مم. هو خرجه في الدقيقة 46 ونزل عمر كمال لعب واحد، يعني ما نزلش خالد عبد الفتاح. وتديله في ماتش زي ده وانت عايز تنافس على الدوري، لا ده ثقة مدرب وفي لاعب، ففي شغل في النادي الاهلي. أنت إيه رأيك في التشكيل عامة؟ لا هو تشكيل كويس بس باستثناء خالد عبد الفتاح وطاهر، كده كده طاهر بيلعبوا اخر ماتشين، فكنت انا من وجهة نظري كنا. هو خلاص طاير رايح زد أكيد يعني. لا احنا دي مش عايزين امور نتدخل فيها، ده بس هو الراجل بس هو بينزل. بنسبة كبيرة إن هو رايح زد يعني. سمعت، بس هو بينزل يأدي الدور اللي عليه، وكان جايب جون المرة اللي فاتت والماتش بس ده. يعني انت من وجهة نظرك مش شايف ان رضا سليم افيد مثلا ان هو يلعب ناحية الشمال ويخلي مثلا حسين الشحات هو اللي ناحية اليمين؟ معاك، بس دي بقى بتبقى فكر مدرب. ما عندك برضو طاهر آه، بيعمل دقايق كويسة بس ما بيكملش. يعني المرة اللي فاتت، الماتش اللي فات كان في ضربة جزاء دخل شاطها سيئة للغاية، لا فطاهر ماليش دعوة بان هو شاط بلانتي او مش بلانتي، ي- لا انا بتكلم كمستوى لاعب عامة. كمستوى لاعب لا أنا شايف رضا. لا هو رضا وكمان حسين الشحات افيد بالنسبة لي في اليمين من الشمال بكتير. انا كتير. بالنسبة لي افضل فترات تألق لحسين الشحات لما كان في العين الاماراتي. حسين بسم الله ما شاء الله في الفترة دي كان والدليل على كده ان الاهلي جابه 120 مليون جنيه. ما هو تمام، والراجل فارق مع الاهلي. الراجل اللي عامل النهارده كان ضربة بيلعب يمين في جزاء. وقتها اساسي تمام، يمين، ما كانش الراجل بيلعب ناحية النهارده عامل الشمال. ضربة جزاء واسيست واخد نجم المباراة الاسيست اعمله من ناحيه اليمين ناحية اليمين لما نقل الناحية التانية. والبلانتي يعمله من ناحيه اليمين. تمام فمعنى كده ان الراجل ده بالظبط. احسن في ناحيه اليمين من الشمال. فانا تمام. استفدت بالورقه اللي عندي دي، ما وفي نفس ما الوقت رضا سليم لعيب جامد. معاك فيها. حتى وسام بينزل يستلم، بيروح بشمال بيروح يمين شوية، مش مهاجم صندوق يعني جوه الصندوق بقى، لا بيخرج بره. فالأهلي كويس. عندك التبديلات اتأخرت جدا، يعني التبديلات كانت عايزة تبقى بدري شوية. هي دي النقطه فعلا، يعني كولر من المدربين اللي بتتاخر في التبديلات كتير يعني. يعني بيتاخر في التبديلات بطريقه مستفزه الصراحه. يعني قفشة نزل عامل فارق. طب انت عندك تفسير للقطه الشيب اللي نزل في الدقيقه 30 ده؟ انا مش عايز اربط الاحداث ببعضها، يعني كمثلا اللي فيه مشكلة بين حسين والشيبي، بس دي وجهة مدرب. ممكن مش عايز يحصل مشادة في الأول، لأن أنت بتنزل اللعيبة بتسلم على بعضها. لا الشيبي لعيب كبير نزل عمل لك أسيست، يعني الشيبي لعيب كبير وهو أكتر باك عامل أسيستات الموسم ده. وبينضم لمنتخب المغرب رغم ان منتخب المنتخب المغرب المغرب في فيه. ناس، في نجوم ريال مدريد باريس، لا نجوم عالمية. فالشيبي لا لعيب كويس جدا، ده ممكن دي فكر مدرب. بس طريقة اللعب كانت 4-3-3. بالظبط. الاهلي كان بيضغط بكل خطوطه. الاهلي مع ان الاهلي ايه ما كانش ماسك استحواذ. طب انت ايه رأيك في الثلاثي بتاع نص الملعب ده؟ يعني اكرم توفيق ومروان عطية وامام عاشور، في اتنين يعتبروا شبه بعض في اللعب. تمام انا اكرم معاك، توفيق اكرم ومروان. ومروان. لو السولية كان موجود كان هيبدأ.
السولية. هو بدأ يعتمد عليه الفترة الأخيرة الصراحة، وعشان السولية كده الأهلي جدد له عقد. بالظبط. السولية مع مروان وقدامهم إمام دي كويسة جدا. السولية مش موجود، أنا ممكن أبدأ بقفشة. هو ليه قفشه ما بيبدأش؟ مع ان الراجل ده اما بينزله بيقلب لك الماتش، طب ما تبدأ بيه يا عم. ماشي أنا معاك، دي تبديل كويس. طب ما ليه ما دي تديش تبديل فرصة كويس. للراجل ده من الأول؟ ما هو المفروض يعني يدلوا من بداية المباراة. ليه مثلا ما يلعبش في الماتش الجاي بمروان مثلا. وإمام وقفشه 2 تمانيات؟ معاك فيها، يبدأ بمروان وقفشة وإمام عاشور، وممكن إمام كويس في الدفاع، يعني ممكن إمام يعمل لك التغطية مع مروان، هيدافع. إمام بيدافع كويس وهما وبيهاجم الاثنين هيبقوا كويس. لعيبة تمانيات طالع نازل، ويعتبروا بالظبط. 2 صناع لعب، يعتبروا بالظبط. أفضل 2 صناع لعب في مصر. يعني ايه معاهم عبد الله السعيد طبعا وناصر ماهر. بالظبط. بالظبط. هو ممكن ده يبقى تفكير مدرب، بصراحة كتفكير مدرب وبينزله وبيجيب له جون أو أسيست. لا هو تبديل كويس. طب يعني ايه رأيك في كريم فؤاد؟ لا كريم يعني ده مش مركزه الأساسي، وعامل ماتشات هايلة يعني. الراجل ده اليوم الصراحة مهما يبعد، العب باك يمين يا كريم بيلعب، العب باك شمال العب وينج يمين جوكر. بيلعب. جوكر. الراجل ده بيلعب في اي حتة، ولعيب سكواد بلاير انت محتاج له في اي وقت. بالظبط. وخاصة لو فريق زي الاهلي بيلعب ماتشات كتير. بالظبط. يعني هو بدأ أول ماتش بدأوا إيه في المركز ده، ماتش الترجي ونهائي، يعني ماتش نهائي وترجي وبيبدأ مركز في مش مركزه، وعامل ماتش كويس جدا وبيرجع يلعبه الماتشات دي في المركز ده. وكان عنده كريم برضو بره وما كانش بيلعبه وبيلعب كريم فؤاد، ده كويس جدا. تفصيلة بقى الثلاثي اللي قدام، حسين الشحات شمال، هو بدأ كده، وطاهر يمين، ووسام الفرو. الفرو. وجا بعد كده اما الشيبي نزل، انا حسيت ان كولر حب يتجنب ان يحصل مشكله بينهم، فوداه في ناحيه اليمين وخلى طاهر هو اللي في ناحيه الشمال. لو تلاحظ ان ده اللي حصل في الماتش، هو فعلا وخاصه بعد ما الشيبي نزل. حتى الشيبي نزل في الدقيقة حاجة و30، يعني نزل في الشوط الأول. طب ليه انا اصلا ما ابداش بحسين الشحات من الاول خالص يمين؟ لان اعلى مستوى اللي وصل له حسين يعتبر ايه؟ هو في الوينج اليمين. افضل مستوى لحسين الشحات بالنسبه لي انا اما كان حسين في العين الاماراتي. يعني انا دلوقتي مش افيد لي ان انا مثلا العب حسين الشحات ابدا بيه كوينج يمين، وابدا برضا سليم كوينج شمال، حبه على الاقل في القوه الضربه بتاعتي. تمام، بس انت لو مع بداية الماتش انت حسين كان بيلعب ايه؟ بدأ شمال. بدا شمال اهو. وطاهر وطاهر كان يمين. كان يمين. وبعدين الشيبي نزل من بره، فعندك حسين هو كان عايزه في الشق الهجومي، لا عندك الجنب التاني خالد عبد الفتاح، فكان عايز مين يسند معاه دفاعيا ورا؟ طاهر. حتى لو خدت بالك الفترة اللي لعبها طاهر في اليمين، طاهر ما راحش، ما هي ممكن وجهه نظر برضه. انت فاهم. فهو كان حتى لو خدت بالك لما الشيبي نزل، الشيبي حلو، الشيبي كويس، باك كويس، هيعمل خطورة، هيروح على الخط لا الشيبي باك يمين عادي. وهيرفع. فراح طاهر رايح، حتى طاهر قفل عليه شوية، مع ان الجون اللي جابه الاسيست اللي عمله الشيبي كانت ركنية اتباصت واترفعت، ما كانتش هجمة حتى. فاهمني ازاي؟ هي دي انا شايف دي وجهة نظري. نيجي بقى لبيراميدز، تشكيل بيراميدز ايه رايك في التشكيل بتاع بيراميدز؟ والله هو بيراميدز، لا بيراميدز عامل موسم كويس جدا. لا احنا ملناش دعوه ببيراميدز، احنا دلوقتي بنتكلم عن الماتش اللي هو كان النهارده، الماتش اللي هو بتاع الاهلي وبيراميدز اللي كان بنسبه كبيره هيحدد مين الفايز بالدوري. لا بيراميدز عامل ماتش كويس جدا، يعني بيراميدز نازل التشكيله بتاعته ثابته. هو بس فاجئني ان هو بيلعب كريم حافظ باك يمين، وكريم حافظ اصلا باك شمال وبيلعب برجله الشمال. بالظبط. ففاجئني في الحته دي. حتى خرجوا في الشوط هو الاول. هو التشكيله الاساسيه كان الشيبي يمين، من ناحيه الشمال محمد حمدي. محمد حمدي، ودي التشكيله اللي دايما بيلعب بيها. يعني هو بدأ باربعه ورا واتنين تلاته واحد، دي التشكيله اللي بيلعب بيها دايما. عنده برضو انا عجبني محمود مرعي جدا، مدافع كويس جدا، وعمل ماتش هايل. يعني لو بيراميدز كانت اتعادلت او كسبت كان محمود مرعي هياخد نجم هو عمل ماتش كويس جدا، والراجل ده انا متابعه الصراحه من زمان جدا، انا متابعه من ايام لا هيجي له عروض الموسم الجاي كتير، وانا شايفه مدافع كويس جدا. هو اللي كان طلع محمود مرعي تقريبا هو احمد حسام ميدو،
هو اللي كان اكتشفه في البدايه خالص في اه وادي لما دجله. كان مدرب وادي دجله. وادي دجله محمود مرعي، احنا كنا بنتكلم عن مرعي. وادي دجله، فيوتشر، بيراميدز، انا متابعه في الثلاث فرق وهو مستواه يعتبر يكاد ثابت يعني. والراجل ده الصراحه يستحق مكان في منتخب مصر، على الاقل لعيب احتياطي. معاك فيها، عمل ماتش كويس جدا، ومن ال 32 مشاركة مشارك في 18 مشاركة وجايب هدف. لا مدافع كويس بصراحة مع أحمد سامي، لا مدافع كويس جدا. بيراميدز بقى النهارده افتقد رمضان صبحي. هو احنا مش هنتكلم عن رمضان صبحي قد كده لان هو غايب عن معظم الموسم. بالظبط. احنا هنتكلم عن ابراهيم عادل، هو يعتبر اكتر ورقه مؤثره في بيراميدز. فعلا افتقدوا بيراميدز كتير إبراهيم عادل، لأن عندك جبهة مؤثرة، وهو ثاني من هدافين الفريق، جايب 6 أهداف وعامل 2 أسيست، فهو أكيد أثر. يعني لو عنده إبراهيم عادل هيبدأ بإبراهيم عادل ولقاي باتنين فروي مع مايلي، ممكن يبدأ لأن لقاي مش جناح. هو لا لو ابراهيم عادل اصلا موجود ما كانش فخر لقاي يلعب، هو اضطر ان هو يلعب بفخر لقاي لان الوينجين الشمال اللي عنده رمضان صبحي وإبراهيم عادل موقوف، وابراهيم عادل مش موجود مع المنتخب. اتصاب في مع اخر المنتخب. معسكر مع منتخب وخلاص مش هو هيلعب موجود مع ماتش. المنتخب مع الأولمبياد، أنت فاهمني إزاي؟ لا أكيد افتقد، بس هو بيراميدز فخر لقاي اصلا فروت، فهو بالظبط. اضطر يلعبه في المكان ده. لا بس بيراميدز عمل ماتش كويس. والثلاثه بتوع نص الملعب بتوعه هايلين جدا. الكارتي كويس جدا، عندك برضو توري كان كويس بلاتي جدا، توريه لعيب جامد جدا، لعيب كويس لعيب جدا، ستة عالمي. لعيب كويس جدا. عندك برضو مصطفى فتحي، لا انا ما شفتوش مهند النهاردة. لاشين كان التالت. ومهند لاشين كويس جدا، عمل ماتش كويس جدا. كان في وفي بداية الماتش كان قافل على إمام عاشور. بالظبط. فعلا مية ونور الصراحة. فعلا كان قافل على امام عاشور. عن مصطفى فتحي لا ما شفتوش، مش مصطفى، ظهرش النهارده مش في الماتش. مصطفى اللي انا اعرفه ما ده. ظهرش في الماتش. مصطفى فين يخش من على اليمين ويكتم واسيست جول، ما شفتوش كتير. نيجي بقى للماتش نفسه. لا بيراميدز عمل ماتش كويس، يعني كان متاخر كان يستحق الهزيمة. هو بص، هو الاهلي كويس، الاهلي تلعب معاه لاخر دقيقه، يعني البيراميدز كان متقدم 2 وفي الاخر خسر 3-2، فبيراميدز عمل ماتش كويس. بس برضو يعني الجون التاني في ناس كتير بتتكلم ان في يعني مثلا الكرة من بدايتها خلاص، من بداية اللعبة الكرة ما تعدتش ولا مرة في الماتش. الكرة دي هو اصلا بص، الناس كلها بتقول، المعظم بيقول ان هي كرة اوفسايد. فانت ليه تشككني ان انت ما تعدتش الكرة مرة واثنين وثلاثة كمخرج مباراة؟ انا معاك فيها، لان انا ما خدتش بالي انا لقيت الكرة مع حسين الشحات ورايح وما انفراد. تعادتش ولا مرة. هو بس عادل الكرة بلانتي، ضربة جزاء. عادل بلانتي نفسه كذا مرة، بس الكرة نفسها من البداية، الكرة اما اتلعبت طويلة حسين الشحات كان متسلل ولا لا؟ عيدها لي يا عم مرة واثنين وثلاثة. انا كحكم فار محتاج ان انا اتفرج عليها كذا مرة. انا كمشاهد عشان اطلع الشك اللي عندي. بالظبط. انا مش عارف ليه ما تعادتش، بس الكرة ضربة جزاء. هو التحكيم كان سيء، ما كانش كويس، مش كويس. مش ده حكم يحكم بين اول وتاني دوري مصري. لا التحكيم هو يعني ما كانش سيء، هو ما اثرش على نتيجه المباراه. لا أصلا. هو سيء يعني ان هو يكون اثر هو ما اثرش على هي اللعبه دي بس اللي انا بتكلم عليها، ان هي الكوره ممكن تكون اوفسايد من البدايه خالص. انا عن نفسي انا مش عارف ليه ما تعادتش، كمشاهد كنت ممكن اشوفها، المفروض اشوفها، المفروض كمخرج عيدها مره واثنين وثلاثه. دي الفير ده كوره، دي الفير بلاي. المفروض انا كمخرج انا ولا بشجع اهلي ولا بيراميدز، انا بعيد كل لقطه للحكم عشان يطلع لي الماتش كويس ما فيهوش اخطاء، ما ظلمش حد. نيجي بقى لقفش. قفش والقضيه برضه قضيه. ما هو قفشه والقضيه ماشي. هو قفشه قضياته بقت كتير، انت ايه رايك في قفشه؟ لا قفشه مستواه ثابت، بعد او بيلعب او ما بيلعبش، لا مستواه كويس. ليه الراجل ده ما بياخدش فرصه من اول الماتش؟ هو مع بس انه كل ما تكون مزنوق ويكون في ماتش انت مش عارف تعمل فيه حاجه، بتنزل قفشه يعمل لك الحل، يا اما يجيب لك جون يا اما يعمل لك جون. ما هو ده تبديل كويس، ما هو الراجل برضو شغال، ما هو ده مدرب. انا شايف كولر لا مدرب كويس، كولر شايف اللعيب ده هيديني امتى، في اداره ماشيه في انا الأهلي. بالنسبه لي أنا قفشه ماليش كبدني دعوة، مش أنا لعيب ماليش وحش. دعوة.
مش لعيب وحش كبدني، ما هو يعني الناس واخده عنه الفكره دي، بس هو بدنيا مش وحش، ماشي. يقدر يلعب ماتش. المدرب شايف مين اللي هيفيدني في الاول ومين اللي هيفيدني في الشوط التاني وفي الشوط الاول، فانا بنزل اللي يفيدني. قفشه، طب ما هو قفشه في ماتشات ما كان بره وممكن يكون هو عايز يقفل نص الملعب، عايز العب بالظبط. اتنين لعيبه. لان انا بلعب بيراميدز، يعني بلعب في نص الملعب بتاع بيراميدز. ثلاثه جامدين جدا بالظبط، مهند ووليد الكارتي وبلاتي توريه. وتوريه، فتلاتة نص ملعب جامدين. فانا لازم اكفل عليهم بامام ومروان واكرم توفيق. انا نزلت قفشه واستفدت منه، جاب لي جون، جاب لي 3 نقاط. فقفشه مستوى ثابت ممكن كويس. بقى هو بعد كده يبدا بيه في الماتشات الجايه. والله بص، زي ما انا يعني ايه، انا شايف الراجل ده بينزل بيجلب لي الماتش، لا اسيبه. ان هو يلعبه دكه دايما، وان مش هو ينزل اخر 20 30 دقيقه يغير لك بيجيب لي الماتش. بيغير الماتش. يعني انت هتعتمد عليه في الحته دي بس؟ لا طبعا، اكيد هيعتمد عليه في الفترات الجايه اساسي، لان قفشه لعيب كبير. قفشه لعيب كبير وبينزل يجلب الماتش. انا شفت بالنسبه لي الجون قفشه اللي لعيب جابه؟ كبير جدا. يعني شفت الجون اللي جابه، جون كويس جدا، يعني حته ار2، يعني حته كده ار2 كويسه جدا. مع ان قفشه كان سبب من اسباب اكتر ماتش زهقت فيه في حياتي هو نهائي القرن. بالظبط، يعني انا شفت قفشه يعني بيجيب انا ماتشات عاملة بعترف إزاي. عادي. يعني قفشه بيجيب اهداف مؤثره جدا. قفشه بيجيب اهداف مؤثره جدا. فانا شايف قفشه مستواه ثابت ودي وجهة مدرب، والمدرب بصراحة ماشي كويس جدا. الاهلي بقى يحتاج ايه؟ هو ممكن الاهلي يحتاج يعني وسام، محتاج له بسم الله ما شاء فرود، الله. مع وسام فرود يعني فرود صغير كده. واحنا كلنا فهمنا الفرود المفضل لكولر، الكولر اللي هو الفرود اللي هو اللي بيلعب الكبير. برجله كويس، بدماغه كويس، جسمه مظبوط، سريع، ممكن العبه جناح. هو اهم نقطه بالنسبه لكولر ان هو يكون طويل ويكون محطه كويسه، بالظبط، اعرف اسند عليه اللعب. بالظبط. وسام مهاجم عالمي، يعني عنده يعني حتى البروفايل اللي هو راح له كان بروفايل بالظبط. موديست. اه، هو اختار موديست عشان الراجل ده عشان برضه راجل طويل برضه. طويل، والعرضيات والرأسيات، هو عايز فرود الستايل ده. وعندك فالاهلي محتاج ان هو يوفر له فعلا فرود كده. بالظبط. وعندك وسام لعب كام ماتش مع الاهلي؟ الاهلي لعب 18 ماتش في الدوري، وسام لعب 12، جايب 10 اهداف. يعني وسام جايب 10 اهداف. هو عيبه بس ان هو بيتصاب كتير. ما ردتش عليا برضه النتيجه دي عادله، 3-2 دي عادله للماتش. ممكن نخش في الاحصائيات بتاعه الماتش. احصائيات الماتش. يعني عندك مين اللي كان ماسك الماتش؟ بيراميدز 52%، الاهلي 48. عندك اجمالي التسديدات كلها الاهلي 10، بيراميدز 4. يعني عندك الاهلي اشرس، ان الاهلي شاف كور اكتر على الملعب. اخطر. لا، وعلى المرمى بس الاهلي 3 وبيراميدز 2، يعني الاهلي اخطر. عندك برضو ايه الفرص الخطيره؟ الاهلي 3، عندك بيراميدز جاب كره خطيره واحده. عندك بيراميدز كانت بتلعب على يعني ايه، على فكر معين اللي هو العرضيات. يعني البيراميدز كان بيلعب عرضيات كتير. يعني بيراميدز عامل كام عرضيه؟ بيراميدز عامل 12 عرضيه. الاهلي عامل كام عرضيه؟ الاهلي عامل 5 عرضيات بس. فحتى لو خدت بالك من التمريرات الصحيحة، هو بيراميدز ممكن يكون عمل كل العرضيات الكتير دي لان هو استغل ان في فخر لقاي وينج شمال، هو ممكن يخش كمهاجم تاني. فانا في 2 فراوده عندي، فاعمل لهم اكبر عدد من العرضيات. حتى الجون التاني اللي جابوه كانت من كورنر، يعني اتلعبت للشيبي، الشيبي رفعها، احمد سامي جابها، مع ان الشناوي ما كانش حد ماسكه خالص، كان بالظبط كان لوحده. والشناوي كانت سهله شويه في المتناول بصراحه، يعني ما تجيش جون. طب هل كده الاهلي فاز بالدوري خلاص ولا لا لسه ده انت لسه هتلاعب بيراميدز الدور التاني، لسه في ماتشات قويه للاهلي. يعني لسه في مودرن سبورت، وعندك سيراميكا، وعندك بيراميدز بعديها. لا لسه فاضل كتير، لسه الدوري في الملعب. لسه يعني الدوري لسه الدوري في بس الملعب. اكيد الماتش ده هيدي دفعه كبيره للاهلي، اكيد، وهيدي برضو احباط كبير للاعيبه بيراميدز. اكيد هيدي دفعه كبيره للاهلي. ومع ذلك يعني انت ممكن بيراميدز عندك ماتش الاهلي والزمالك مؤثر برضو، يعني 3 نقاط هدايا للاهلي. هو اثر فعلا، ممكن ده يكون مؤثر بالسلب على بيراميدز. يعني مؤثر بالسلب على بيراميدز، يعني انت ما رحتش الماتش، فانا خدت 3 نقاط على الجاهز. ممكن.
يعني الماتش ده هيبقى سبب ضياع الدوري على بيراميدز. الماتش الاهلي والزمالك اللي الزمالك رفض يلعبه ده هيبقى ماتش مؤثر جدا في الدوري. حابب تقول اي حاجة قبل ما ننهي الفيديو؟ لا والله كانت حلقة كويسة جدا، وانا بتمنى لك كل الخير، وان شاء الله تبقى فتحة خير عليك. حبيبي يا هو، حبيبي. حبيبي يا صاحبي. يلا عايش، يلا سلام. باي.